مثل العادة كله بيهرب من حقيقته بس يسمعها. اما انت عادي تقولي شو ما بدك وتكوني وقحه قد ما بدك بحجه انك عم تحكي الصراحه. وفري كلامك لانه ما عم بسمعه. إيه لا بدك تسمعي، حتى لو بدك تمشي رح تسمعيني. خلص وقت الحكي. لك انت ليش ما عم تفهمي؟ جربي تفهميني شي مره. شو بدك يعني افهم وانا جاي شايفه عندك رجال قاعد بنص البيت وعم يضحك عليك انه بده يتجوزك وانت مثل الحمار مصدقتي؟ ولك مشان الله جربي تحسي فيني شي مره. انا عم اكبر، بدي يصير عندي ولد. ولد مشان شو بدك تجيبي؟ مشان ترميه مثل ما رموكي ابوكي وامك؟ لا تزليني باللي حكيت لك اياه. ما انت قبل شوي زليتيني ولا انت عادي؟ الدكتور قال لي انه لازم لاقي رجال، ما ضل عندي وقت. بدك تفهمي الرجال بده يجي يتعرف عليك بهي الطريقه ما رح يتجوزك. وين اللي بروح لعنده؟ ولا اي رجال عرفته بحياتي. معناته عندنا مشكله بالاسلوب. انا بحياتي ما كنت خيار اول للرجال، بحياتي كلها من حقي شي مره اجرب شعور نهايه علاقه سعيده. اساسا بجيب رقم قياسي بموسوعه جينيس كاكثر مره عرفت رجال توكسيك بحياتها. حسي فيني، لك انا لحالي عايشه لحالي ورح موت لحالي اذا ضليت هيك. فرصتي الوحيده باني صير ام عم تروح من قدام عيوني وماني قدرانه اعمل شيء. وانت بدك يعني يكره الرجال لانك انت بتكرهيهم، وانه ما حدا نفعان يكون ام لانه انت مانك نافعه تكوني ام. بعدها ما عم ترد. ناي دخيل الله ردي علي، ضروري ترجعي تحكيني بليز. هلا هيك رح تتركيني بدل ما تضلي جنبي وتدعميني؟ انت مو مقتنعه انه رح يتجوزك؟ ريته الف مبروك، كملي وشوفي لوين بدك توصلي، واذا صار لا تعزميني على العرس. بعرف انك بتشوفيني غلط وانا كمان بشوفك غلط، بس الفرق اني انا ما بنظر عليكي. انت جربتي تركيني، انا جرب. اذا انت قدرانه تعيشي لحالك انا ما فيني. اعملي شو ما بدك، انا ماشيه. الو ناي اسمعيني. ايه جمانة شوفي، طب عم تدقي وانا ما عم رد، خلص اعتبري صاير معي شيء، بالمستشفى اعتبريني عم موت. انت بتعرفي لين وين؟ هي عندك، ما انت اقرب وحده لها. انا عم برم عليها وما عم لاقيها، ورحت فتشت عليها بكل مطرح ما لقيتها. يعني اذا ما اجت لعندك اكيد بتكون حكيتك وقالت لك هي وين. دخيل الله رح يوقف قلبي، بليز قولي لي وينها. لين ما حكتني وانا ما بعرف شيء عنها، ليكي انت لازم تحكي مع عمر فورا وتدقوا للشرطه. يعني منيح اللي خلص هالعرس المشؤوم. وينك لهلا استاذ اسامه؟ شو انت بس تكوني عم تطبخي بتطرشي تاري؟ لا ما بطرش، سمعتك. بس يعني نحن من ايمتى بنروح بنحضر اعراس الزباين؟ كان ناقص تكفي مع العروس وتعمل لها زفه، استنى لك شوي وعمل معهم صبحيه كمان. شو هالحكي هذا؟ شو بدك يعني اعمل يعني؟ ما انت بتعرفي الخبصه اللي كانت صايره. ضروري واحد منا كان يكون موجود بالعرس، والا ما بتعرفي اي ساعه بتفقس. حازم كان معك؟ لا ما كان معي. لكن وينه؟ شو بعرفني وينه؟ شو بدير اعماله انا؟ اتصلت فيه كذا مره وما رد علي. من شو بدك فيه تدقي له؟ ما زلمه اعزب بيكون غطس له شي غطسه. والله بدي فيه انه جوزي كاسر موبايله وما عم بعرف اوصل له. هذا اللي بدي اياه. ما بدك تبطل هي العاده تمشي وانا عم حكيك؟ هي وين رايح؟ لين مختفية من الصبح ما رجعت على البيت، وإما جاني عليها وراحت تخبر الشرطة. شو هالخبريه هيدي؟ ما اليوم كنا عند امها ما كان في شيء. كانت فكرتها بالبيت بس هي ما رجعت. ما فهمت انت وين رايح بنص الليالي؟ رايح لعندهم على البيت، بركي بيطلع بإيدي شيء، ما رح ضل هون مكتف إيدي. بسرعة ارجع على اوضتك نام، عندك مدرسة بكرة. لك شو هالحكي؟ ما رح أطلع نام. رامي بدك تروح روح، بس اوعى تعمل لي مصيبه وتورطني مع امك. وما تخليها تعرف انك فليت. شو؟
بعدها مش عم بترد؟ لا، هتلاقيني هم يكون صاير لها شيء. تينا، انت اكيد مش عم تخبي علي شيء. بيلي ما تصدقني، ما بعرف شيء. تينا بابا، انا عم جرب احميكي. من شو بدك تحميني اذا ما بعرف شيء؟ طيب جربي نامي ارتاحي، سهرك لا بيقدم ولا بيأخر. وانا قاعد بالصالون، اذا ما قدرت تنامي انا مستعد اسمعك وافهمك. نين متخانقة مع أمها لأنه عرفت إنه أمها مصاحبة حدا تاني. مين؟ حدا معنا بالمدرسة، أكيد بس هيك عم بده يسأل عن نين. ومين هالحدا؟ تلميذ معي بالصف. مجهول ما عنده اسم؟ رامي.